مساء الخير، انا كرولوس مكرم فنان تشكيلي. تعالوا نلعب مع بعض لعبه حلوه. انا النهارده هحكي لك موقف ضايقني او حاجه فرحتني. في المقابل انت نفس الكلام، لما تشوف الفيديو تقول لي على حاجه عجبتك او حاجه بسطتك النهارده او حاجه ضايقتك. تمام، اتفقنا على الحته دي. هبدا انا في اول حاجه، احكي لكم اول حاجه. انا ساكن في الدور الاخير، الدور الخامس، ومربي كلبه جيرمان. النهارده قمت من النوم مخضوض، لقيت ان الكلبه قاعده بتهوى على الناس اللي تحت في الشارع، ان هي تهوى على الناس اللي تحت في الشارع. لكن انا بقى يعني قمت بقى قلت اشوف ايه اللي بيحصل تحت في الشارع. انا متعود ان عادي ان بيبقى في خناقات تحت في الشارع، وده حاجه طبيعيه يعني بالنسبه المنطقه اللي انا قاعد فيها. بس اللي مش عادي النهارده لما لقيت ان اتنين اخوات، اخ كبير واخ صغير، هما زي ما تقول يعني مش من نفس الام باين او من نفس الاب. الموضوع يعني ما يخصنيش، حسيت ان هو ما يخصنيش قوي. بس انا النهارده يعني دمي اتحرق لما لقيت اتنين اخوات وبيتخانقوا مع بعض، وفي بينهم مشاكل. زي ما تقول الاخ الكبير مش عايز يدخل اخوه الصغير البيت، وخناقه جامده، والناس قاعده يعني ان هم يصلحوا بينهم. لكن الاخ الكبير لا، كان مصمم على رايه انه ما يدخلش اخوه البيت. بصراحه انا الواد الاخو الصغير ده انا يعني عارفه في الشارع، يعني بيسلم عليا كل شويه، يعني يا بوكو، وانا بسلم عليه يقول لي كل سنه وانت طيب، يعني بنعيد على بعض وفي بينا محبه. لقيتوا اتنين اخواته بتعملوا مع بعض كده. امال خليت ايه للغريب عشان يعمل كده في اخوك؟ لما انت تعمل انت فيه كده، خليت ايه للغريب عشان يعمله في اخوك؟ فانا النهارده خلصت، ومستني ان انتوا تشاركوني وتقولوا لي ايه النهارده ممكن يكون فرحك، او ايه النهارده ممكن يكون ضايقك.